السلام عليكم. مفيش مشهد يقدر يعبر عن أو يختزل اللي حصل في غزة على مدار 471 يوم، لكن لما حبيت أعبر عن الصمود الأسطوري ما لقيتش أحسن من المشهد ده. بدأت المجسم بالرسمة البسيطة اللي قدامكم دي، المقاسات موجودة على الشاشة، رسمتها على حتة كرتون وهستخدمها قالب بعد كده في صناعة الكرسي. بعد كده قطعتها بمشرط ولازم يكون حاد وبمشي بيه أكتر من مرة لحد ما يتقطع معايا بشكل مساوي. زي ما قُلت لكم هاستخدم الجزء ده قالب، وبعد كده استخدمت حتّة من الفوم، ألواح الفوم، باستخدمها كتير في الفيديوهات بتاعتي، ممكن طبعًا نستخدم حتّة كرتون، أي حاجة يعني تمشي معانا ما فيش مشكلة. هاحط القالب ده وبعد كده أعلّم عليه على المقاس بالضبط، عشان كده محتاجين قلم رصاص يكون السن بتاعه مبري كويس، وهاقطّع الجزء ده ونقدر نستخدم أي مشرط حاد. أنا هنا كان المشرط ده شكله مختلف شوية عن الأولاني، هيقطعها معايا أسهل. بعد ما باقطّعها باشيلها بالراحة كده عشان ما تتكسرش معايا. وبعدين هاعمل منها 6 نسخ لحد ما بقى عندي الأشكال دي كلها. بعد كده هلزقهم في بعض باستخدام مسدس الشمع، طبعا دول عشان يدوني السمك بتاع الكرسي. وفي طرق كتير طبعا لصناعة الكراسي المصغرة، لكن يعني كانت الطريقة دي سريعة بالنسبة لي. وصلنا للشكل ده وأكيد هنحتاج حتة قماش شكلها مناسب وحجمها مناسب عشان تدينا الشكل الطبيعي. نزلت ليه واحد منجد جنبي الأخ محمد الهندي، اداني حتة كده كانت باقية عنده ولقيت اللون بتاعها مناسب. خدت المقاسات بتاعة العرض بتاع الكرسي وبعدين قطعت حتة قماش أكبر من العرض ده بشوية، هتعرفوا ليه دلوقتي. بعد كده خدت المقاسات بقى بتاعة الكرسي مظبوط بالظبط، وهتلاقوا فيه حوالي سنتي أو سنتي ونص في كل ناحية عشان أتني القماش ويبقى الشكل بتاعه من الحواف في شكلها كويس. بتني الأول على الخط ده باستخدام مسطرة، بعد كده ممكن نستخدم الغيرة العادي، الغيرة الأبيض، أو التاكي جلو ده اللي هو في النص ده غيرة أبيض سميك شوية، أو ممكن كمان اللزق اللي انتوا عارفينه ده الأصفر ده شكله معروف. لقيته هو الأحسن وبيقفش في القماش بسرعة أكتر. بتني زي ما انتوا شايفين كده وعملتها طبعا من الناحيتين. بعد كده قلت أجرب القطعة دي الطول بتاعها كويس ولا لأ. كان المفروض طبعا أعمل الخطوة دي في الأول، للأسف تنيتها ولقيتها قصيرة شوية فهضطر أعيد الخطوات دي. عملت قطعة أطول شوية. بعد كده قبل ما ألزقها بقى في الكرسي بتاعنا هيحتاج إن أنا أظبط الواجهة دي الأول، عشان كده قسمتها للجزء اللي في النص ده لوحده والجزئين اللي في الجوانب. قطعت حتة على الجزء اللي في النص، بعد كده هلزقها باستخدام الغيرة الأبيض، وأول ما بتشد على طول في خلال 30 ثانية تقريبا بعد كده بقص الزيادات. كمان على الجوانب قصيت حتت زي ما انتم شايفين كده أكبر شوية، دي الطريقة الأسهل طبعا. نلزق حتة كبيرة بعد كده بنقص الزيادات. كده عملت الجزء اللي قدام، كان المفروض طبعًا أعمل الجزء اللي ورا كمان لكن نسيته. وصلنا لحد هنا، بعد كده بقى هنلزق الجزء الجانبي. استخدمت الغيرة الأبيض وممكن برضه تستخدموا الشمع، يعني أي حاجة تكون ثابتة معاكم. باحاول أضغط في الجوانب كده كويس جدًا عشان ياخد الشكل بتاع الكرسي. خلصت من الناحيتين وبعدين قصيت الزيادات. كمان بقى هاعمل الجزء اللي ورا بنفس الشكل بس يعني ما صورتوش. عشان أثبّت بقى القماش ده كويس جدًا لحد ما الغيرة تنشف تمامًا، استخدمت التوَّج بتاعة الأطفال اللي هي على شكل أستك مطاط ده، نقدر نثبّت بيه ونسيبه ساعتين 3 كده لحد ما ينشف تمامًا. بعد ما نشف ده كان المنظر بتاعه، طبعًا شِلت الأساتك دي كلّها. هنحتاج بقى نعمل الجزء الخلفي اللي هو المسند اللي بنسند عليه. جِبت نفس قطع الفوم، بعد كده آخُد المقاسات اللي جوّه بالضبط، وكمّلت باقي الضهر من دماغي كده، حاجة يعني بس يكون مقاسها مناسب. بعد كده هاقطع الجزء ده على مقاسه بالضبط، وبعد ما قطعته رجعت صغّرت الجوانب اللي هتكون جوّه الكرسي نُص سنتي تقريبًا من كل ناحية، لإن طبعًا لسه هنضيف قماش، فالقماش ده هياخد مساحة، فعشان كده يبقى الحجم بتاعها مضبوط في الآخر. كمان جيت على الحواف بتاعتها اللي هتبقى باينة من قدّام وقصيتها بزاوية 45 درجة، هتخلّي شكلها أحسن، وكمان هتسهّل لنا اللزق بتاع القماش. عملتها من كل النواحي، بعد كده جِبت حتّة قماشة مقاسها أكبر منها شوية، هاخد المقاس بتاعها بالضبط زي المرّة اللي فاتت. بعد كده خدت حواليها من كل ناحية حوالي سنتي أو سنتي ونُص تقريبًا، يعني قولوا سنتي ونُص عشان تاخد الكيرف بتاع قطعة الفوم. بعد ما قصيتها على المقاس رجعت قصقصتها كده زي ما أنتم شايفين عشان تسهّل لنا اللزق وإحنا بنعمله. بعد كده بنفس اللزق اللي استخدمناه قبل كده، لزقتها في مكانها بالضبط،
وباحط اللزق على الحواف كل حتة كده لوحدها لحد ما بتمسك كويس. زي ما أنتم شايفين التقطيع هيسهّل معانا جدًا فكرة اللزق. كمّلتها كلّها بنفس الطريقة، أي زيادات طبعًا باقصّها. كان باقي بقى إن إحنا نقفّل الجزء الخلفي، عملت له حتّة على قدّه وبرضه تنيتها عشان يبقى شكلها كويس ولزقتها مكانها، أظن الطريقة بقت واضحة جدًا. نركّب بقى الضهر وكده بقى عندنا كرسي، بس ناقص طبعًا المسند اللي هنجلس عليه نفسه. كان ممكن نعمله بالفوم بنفس الطريقة، لكن قُلت أستخدم قطعة القماش اللي كانت قصيّرة في الأول، لقيتها كده على المقاس بتاع عرض الكرسي نفسه، فتنيتها على بعضها. كانت أكبر مِلّي تقريبًا أو حاجة زي كده، لكن يعني يعتبر على المقاس. حطيتها مكانها وكده خلّصنا الكرسي. ندخل بقى على القاعدة، استخدمت حتّة من الخشب دائرية كنت عاملها في مشروع قبل كده، شِلت المشروع القديم وقُلت أرجع أستخدمها تاني. كمان استخدمت قطعة من الفلين الأبيض كلّكم عارفينه، ده سمكه تقريبًا 2.5 سنتي، قطعة عشوائية تمامًا مقطوعة والحواف بتاعتها مش مساوية. كمان استخدمت قطعة كبيرة وبدأت أحطهم كده على القاعدة لحد ما وصلت لشكل عجبني، على حسب يعني اللي في مخيلتي عن المشروع. بعد كده لزقتهم باستخدام الشمع في القاعدة. هنبدأ بقى نعمل تأثير الخرسانة، هاعمله المرة دي بطريقة مختلفة. استخدمت أول حاجة لون أكريليك أسود وهاغطي كل حاجة موجودة قدامكم، وطبعًا هاسيبه ينشف تمامًا. بعد كده هنفرش أي مفرش والّا حاجة عشان الزراطة اللي هنعملها للمرحلة الجاية. في طبق استخدمت شوية غيرة أبيض، الغيرة الخشب العادي خالص، وخففته شوية بالمَيّة. بعد كده هاستخدم التراب، أي تراب عادي جايبينه من الشارع. حطيته في علبة بلاستيك أو أي غطا إزازة أو حاجة، وكمان هاستخدم الشراب النايلون ده زي المصفى كده عشان أقدر أوزّع التراب بشكل كويس. هندهن طبقة من الغِرَا المتخفف بالمَيّة، وطبعًا مش هاحطها على المجسم كله، يعني باحط جزء بجزء عشان الغِرَا ما تلحقش تنشف. بعدين هارُش التراب، والتراب ده أنا باعمله عشان يدّيني الملمس المحبب بتاع الخرسانة. باخلّص جزء بجزء وبعدين بارجع تاني أضيف الغِرَا الأبيض وأضيف لحد ما وصلت للكثافة المناسبة. هاسيب ده بقى كله ينشف، هياخد له ساعتين 3. وبعد ما نشف ده كان المنظر بتاعه. هنبدأ بقى نلوّن اللون بتاع الخرسانة. جبت لون رمادي، طبعًا اللون ده فاتح كتير عن لون الخرسانة، لكن إحنا لسه هنغمّقه بعد كده. هالوّن بيه كل حاجة موجودة في المجسم، نحاول نوصل لكل الشقوق وكل الأماكن. بعد ما نشف هاستخدم لون مخفف، ده لون أسود على بني متخفف بالمَيّة بشكل كبير، يعني لون خفيف أوي. هابدأ أضيفه كده على المجسم كله، برضه منطقة بمنطقة، وأحط كمية كبيرة. بعد كده بامسح الزيادات باستخدام أي منديل، ده طبعًا وقتيًا كده بيبدأ يغيّر لي اللون وبيدّيني تدرجات لونية وبيدّيني شكل واقعي أكتر بكتير من اللي قبل كده. نقدر نضيف طبقة أو 2 لحد ما أوصل للتأثير المناسب. كمان جيت على الأجزاء اللي هي على الأرض دي غمقتها شوية، وبرضه الأجزاء اللي بيكون عليها مَيّة المطر وكده. بعد كده هاستخدم لون أبيض متخفف برضه بالمَيّة، مش عارف هو باين قدامكم والّا لأ، لكن هيبان في اللقطات الجاية. باشبّع كده الفرشة صغيرة، وبعدين بابدأ أعمل التكنيك اللي قدامكم ده. ده بيوزّع نقط بيضا صغيرة كده على الخرسانة وبتدّيني تأثير مناسب ليها جدًا. بعد كده حبيت أضيف جرافيتي من مقولات أبو إبراهيم المشهورة. استخدمت قلم ماركر أحمر وكتبت الجملة دي والكلمة اللي بعدها المشهورة جدًا. بعد كده وبنفس الطريقة اللي استخدمناها في المشروع اللي قدامكم ده، واللينك بتاعه هتلاقوه موجود فوق في الجنب، هاستخدم الكسر اللي موجود ده عبارة عن جبس. أنا شرحته هناك بالتفصيل، فمش هاشرح بقى طريقته هنا. جبس متكسر بأحجام مختلفة، هابدأ ألزقه كده. هالزق طبعًا الأجزاء الكبيرة في الأول، بعد كده بابدأ أضيف أصغر فأصغر، وأظن ده واضح بيعبّر عن إيه في المشروع. عشان ألزق القطع دي كلها في بعضها باستخدم الغيار الأبيض المتخفف بالمَيّة، وباستخدم كمان قطارة، وهابدأ أسقسق الأجزاء دي كلها، وهاحط كمية بزيادة عشان تمسك الجبس ببعضه. وعادةً بالطريقة دي ما بيمسكش أوي ببعضه، لكن مبدئيًا كده بتثبّته مكانه. بعدين هاستخدم قطع من الخشب وهاكسرها بإيدي برضه عشان يبقى الحواف بتاعتها عشوائية. كسرتها وبعدين هاوزعها بشكل عشوائي على المجسم. طبعًا مش هينفع نسيب اللون بتاعها بالمنظر ده لإنه مش مناسب، فاستخدمت نفس اللون المتخفف بالمَيّة اللي استخدمناه قبل كده، وهادّي لها طبقة أو طبقتين عشان تدّي لها شكل رمادي كده كأن عليه تراب أو غبار.
وده كان وقت مناسب عشان نضيف الكرسي مكانه، هحطه على قطعة الفلين اللي ورا الكبيرة دي، وطبعا أنا كنت مختارها في الأول عشان يكون حجمها أكبر شوية من حجم الكرسي. وكان عندي الميدالية الكلاشينكوف دي، عندي شوية ميداليات كده على شكل أسلحة، هي حجمها كبير شوية عن السكيل بتاعنا لكن هتمشي الحال. هقص الجزء اللي ورا ده بتاع الميدالية وبعدين هلونها بلون سبراي أسود، وبعدها استخدمت الكورة البلاستيك دي مقاسها مناسب. فاكرين اللعبة بتاعت زمان اللي كنا بننفخ فيها اللي شبه السيجار دي، الكورة تطير شوية وبعدين تنزل في نفس السلة، دي الكورة بتاعتها. المهم قصيت منها تقريبا التلت بتاعها وبعدين رجعت سويت الأجزاء اللي تحت دي بالمقص واديتها طبقة أولى من لون رمادي عليه شوية غير أبيض عشان نمسك كويس. بعد كده هلونها باللون الأخضر الغامق المعفن ده، وبعد ما نشف هعمل عليها خطين بلون أزرق أعفن منه. أنا طبعًا مش هاصور الجزء ده بالتفصيل عشان مش عاوزين يحصل لنا مشاكل على يوتيوب، المهم يعني إن أنا ضبطت الخطوط والجزء اللي في النُص عشان يبقى بالمنظر اللي قدامكم ده. وبالنسبة للنجمة الحقيرة هتلاقوني راسمها وهتشوفوها في اللقطات النهائية لكن مش هاضيفها دلوقتي في الفيديو. حطيتها طبعًا مكان رجل أبو إبراهيم عشان يعني يبقى في قعدته مرتاح. بعد كده ضِفت الكلاشينكوف، والمشهد ككل كان محتاج إن هو يبقى فيه شوية تراب أو غبار، أظن برضه مفهوم ليه. رشيت شوية كده من الغبار وبعدين شِلته من الأماكن اللي مش عاوزه يكون عليها، شِلته من على الكرسي وكمان من على الكلاشينكوف. بعد كده لزقت كل ده بغِرا متخفف بالمَيّة، رشيته عن طريق spray وسِبته ينشف. كمان كنت عاوز أضيف زي فوارغ الطلقات كده، فاستخدمت السلك ده بتاع الدبوس بتاع الورق، هاقطّع منه أجزاء صغيرة خالص بحجم مناسب. طبعًا التأثير ده مش واقعي لكن يعني بيمشّي الحال. قطعتها بالأحجام زي ما انتم شايفين كده، بعدين هضيفها باستخدام السوبر جلو بشكل عشوائي في المجسم. وهنا نكون وصلنا لبطل الفيديو عندنا النهارده. ده كان لعبة موجودة عندي بلاستيك، غيرت الوضعية بتاعتها وغيرت وضع الإيدين، عملت لها لبس ولونتها، يعني عملت فيها شغل ممكن ياخد فيديو كامل لوحده، لكن شفت إنه من غير اللائق بصراحة إن أنا أصور الجزء ده. وطبعا ما ننساش نضيف أهم حاجة الخشبة أو العصا. حطيته مكانه وظبطت كده الرجل بحيث إن هي تكون دايسة كويس ومرتاحة. وقبل ما نخلّص كان لازم طبعًا نضيف بعض الدَّم للأسف، ممكن نعمله بالتقفير ده باستخدام نفس اللزق اللي استخدمته قبل كده وكمان عليه لون أحمر. طبعًا ممكن نغمّق الأحمر ده بسِنّة من الأسود، سِنّة صغيرة عشان يبقى اللون بتاع الدَّم فعلًا، هو بيدّينا الملمس ده وبنقدر إن إحنا نضيفه على المجسم وبينشف طبعًا لإنه هو في الأساس لزق. عملته وضِفته على الدراع اليمين، أو في طبعًا طريقة أحسن من كده أو أوقع من كده، وهي إن إحنا نضحي بنقطة دم حقيقية، وهي نقطة في وسط بحور جارية طول ما إحنا قاعدين بنتفرج. وكان باقي تفصيلة واحدة بس هاضيفها وكل واحد بقى يفسرها زي ما يحب. وقبل ما أختم كان لازم أقول رسالتي عن اللي حصل. انقضت حرب غزة وقد أخذت من روحي وجسدي بقدر ما أخذت من دماء أبنائها. تصدعت بيوت غزة وتصدعت معها نفسي. أغلقت قناتي، تركت هواياتي، ضللت طريقي وقصرت في وصل الأهل والأحبة. بكيت على روح الروح بقدر ما بكى عمي أبو ضياء. انخلع فؤادي وأنا أشاهد شعبان يحترق حيا. عدت المشهد مرارا وتكرارا كأني أعاقب نفسي على الخذلان والهوان. كنت على حافة الانهيار، لم يفقني من غفوتي إلا عصا الصنوار التي ألقاها فارتطمت برأسي قائلة: انهض، هذه ليست النهاية. فها أنا أتحسس طريق العودة تائها كمن يبحث عن ذكرياته وسط الركام. غزة، أنا مدين لك.